لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ويبقى جاهز معايا اهوت. هعمل بقى كل الكميه واسيبها ترتاح نص ساعه واسويها زي ما قلت لكم بتتسوى ازاي، وارجع اوريكم الشكل النهائي للقراقيش بتاعتنا الفلاحي الجميله دي. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله ادي القراقيش بتاعتها اهيت، شايفين ما شاء الله طالعه وعامله كميه كمان ما شاء الله غير اللي اتاكل على طول وهي طالعه سخنه كده. شايفين ما شاء الله اللون بقى انت اللي بتتحكمي فيه زي ما قلنا، لو حباه لونه ذهبي او حباه متحمر، احنا بنحبه يعني يكون لونه احمر شويه كده زي ما احنا شايفين. التسويه من تحت والتسويه من فوق زي ما احنا قلنا انت اللي بتتحكمي فيها، جميل جدا. وشايفين سامعين كمان القرمشه، يعني ريحه السمنه البلدي، وكمان اهوت دايب خالص. شايفين ما شاء الله يعني مش محتاج اي كلام. هتجربي الوصفه ان شاء الله وهتعجبك. لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.